خناقة كل سنة الحامل واللي بترضع تصوم رمضان ولا ما تصومش. السنة اللي فاتت انا عملت الفيديو ده وبعيده تاني السنة دي بس بشكل مختلف. هتقولولي ليه؟ هقولكوا السنة اللي فاتت انا كنت لسه مش عارفة انا اصوم رمضان وانا برضع ولا لا. المرة دي انا بقولكوا تجربتي لما عدى عليا رمضان وانا حامل وعدى عليا رمضان برضو وانا برضع. الفيديو ده مزيج ما بين التجربة الشخصية والرأي الطبي. قبل ما احكي لكم عن تجربتي الشخصية وعن الرأي الطبي عايزة اقول لكم عن اصعب حاجة احنا بنمر بيها كأمهات. اصعب حاجة احنا بنمر بيها هي كلام الناس اللي حوالينا. رأي حماتك، رأي خالتك، رأي مامتك، رأي جيرانك، رأي صاحبتك، سلفتك، كل الناس اللي حواليكي. انا صمت رمضان وانا كنت برضع وانا كنت بعمل. هو انتي محدش حامل غيرك؟ هو انتي محدش بيرضع غيرك؟ ده انا كنت حامل في توأم وكنت صايمة، ولا انا كنت برضع توأم وكنت صمت وما حصليش حاجة؟ ما احنا كلنا صمنا. هو انتي مش عارف ايه. الضغط والاسترس اللي محوطنا من كل حتة، كل واحد بيحكي تجربته الشخصية، بيخلينا مضغوطين ومش عارفين ناخد القرار الصح. هي دايرة الناس اللي حوالينا ما بيبقوش قصدهم ان هم يضرونا، ولكن الفكرة ان هم ما بيبقوش على دراية كاملة بتوابع القرار اللي هم اخدوه. يعني انتي مثلا لو شفتي واحدة صامت رمضان مثلا وهي حامل، ما تبصيش عليها ان هي قدرت انها تصوم رمضان، بصي عليها بعد شهر رمضان بشهر واتنين وتلاتة حصل معاها ايه، باقي حملها كمل معاها ازاي. بصي للي بترضع دي، اللي صامت وهي بترضع ايه اللي حصل معاها بعد ما خلص شهر رمضان في الرضاعة، الدنيا معاها كانت عاملة ازاي، صحة ابنها كانت عاملة ازاي. القرار او النتيجة بتاعة الصيام مش بتبان في وقتها. يعني انا مش صمت يوم فبكرة الصبح هلاقي نفسي اتضريت، لا، في توابع، التوابع دي بتظهر متأخر. علشان كده القرار بتاعي ان انا اصوم او ما اصومش مش بيتبص ان انا قادرة ان انا اقعد فترة طويلة من غير اكل وشرب، وان انا لبني اليومين دول ما تأثرش او صحتي اليومين دول ما تأثرتش، لا، هو النتيجة بتبان بعدين. عشان تفهموني اكتر هديكم مثال على ده. وانا حامل كان يعني رمضان عدى عليا في التلت الاولاني من الحمل تقريبا، كنت في التالت في الرابع، كنت لسه في البدايات. تحاليلي الحمد لله كانت كويسة، وانا طبعا الحمد لله دكتورة تغذية فعلى دراية انا المفروض اظبط اكلي ازاي. وكنت بحاول ان انا امنتين او احافظ على ان انا اكل كويس وان انا بشتغل وان انا بنزل الجيم وكل الحاجات اللي انا بعملها دي مع الحمل. تمام. صمت الحمد لله شهر رمضان وعرفت ان انا اصوم وكنت كويسه. اه الحمل الصيام كان صعب شويه مع الحمل، ما كانش زي كل سنه، لا انا كنت فعلا حاسه ان انا مرهقه وتعبانه، بس الحمد لله الشهر عدى. بس لحد هنا ما اقدرش اعمم ده واجي اقول للناس انا صمت الحمد لله شهر رمضان وانا حامل وما حصليش اي مشكله، لا خالص. ليه بقى؟ لو جيت بصيت على نفسي وانا في الشهر السابع وفي الثامن، انا فجاه اكتشفت ان انا الحديد عندي وقع، فيتامين د عندي وقع، وتغذيتي بقى فجاه بقت بالصفر. ما قدرتش امنتين ان مهما حاولت ان انا احافظ على اكلي، التعب نفسه بتاع الحمل انا كنت مهدوده وكنت بشتغل، فانا مش قادره احافظ على كل حاجه بنسبه 99%. صح، في حاجات كتير قوي وقعت مني، فلقيتني فجاه محتاجه اروح المستشفى كل شويه اعلق محاليل حديد، عماله باخد حقن الفيتامينز وعماله اعوض كل الحاجات اللي وقعت مني. الحاجات دي وقعت في يوم وليله؟ لا، الحاجات دي ما وقعتش في يوم وليله، الحاجات دي نتيجه تراكمات. يعني الهيموجلوبين ما بينزلش من 13 ل 8 و7 في يوم وليله. انا ما حصليش نزيف، ما حصليش سبب يخليني يحصل لي انيميا كده فجاه. ده على مدار شهور لقيتني فجأة خلاص بقى بيغمى عليا في الشارع، فجأة بدوخ، فجأة الأعراض بقت قوية وواضحة. فانتي مش بتحسي بنفسك مرة واحدة، مش أول ما الحديد عندك بيبتدي ان هو ينزل انتي بتحسي لما يبقى فيه نقص واضح وقوي يخلي عندك أعراض قوية، انتي بتدوخي، بيغمى عليكي، تعبانة، مش قادرة تتنفسي، ضربات قلبك سريعة، وي وي وي، فجأة في دروب حصل. فاهمين قصدي؟ فعلشان اقول فلانة صامت تمام وهي حامل وما تأثرتش، لازم ابص على حملها كله عدى فعلا بسلام ولا لا. نيجي بقى لجزئيه الرضاعه. انا رمضان عدى عليا وانا لسه عندي طفل اقل من 6 شهور، فطبعا كنت مضطره ان انا افطر. هل قرار الفطار كان بالساهل كده؟ لا، نص الناس او معظم الناس قالت لي احنا كلنا صمنا رمضان واحنا بنرضع وما حصلناش اي حاجه والحمد لله اهو عايشين وكويسين وزي الفل. وانا عارفة ان الرأي الطبي ممنوع منعا باتا لأي ام عندها طفل اقل من 6 شهور بيرضع طبيعي فقط ان هي تصوم، لان ده هيأثر على صحة الام وهيأثر على صحة الطفل، فبالتالي الصيام ممنوع. وفي هنا بقى ايه صراع شغال، اصوم ولا ما اصومش، اصدق كلام العلم ولا اصدق كلام الناس اللي قايم على الخبرة والتجربة الشخصية بتاعتهم. طب ما هم كويسين، اصوم ولا لا؟ طب ما اجرب. خناقة.
ازاي رمضان يعدي عليا وانا مش صايمه؟ عماله ادور في الابحاث وادور في الدراسات الاقي اي ثغره تخليني اصوم ويبقى بتكلم بقلب جامد كده واقول ان انا ينفع اصوم. ما لقيتش. اسكت بقى لحد هنا واكتفي انه خلاص العلم قال ان انا ما ينفعش اصوم؟ لا، ما سكتش، اتصلت بدار الافتاء وسالته انا ام لطفل عنده اقل من 6 شهور ورمضان جاي عليا، ينفع اصوم ولا ما اصومش؟ قالها لي واضحه وصريحه: لو انتي خايفة على نفسك وخايفة على طفلك ما تصوميش، وليكي الرخصة ان انتي تصومي. مش ان انا لو تعبانة او صحتي متدمرة ولا اي حاجة من دول، لا، ده لو انتي خايفة احساس الخوف حتى لو انتي صحتك سليمة ليكي الرخصة ان انتي تفطري. فخلاص هي واضحة وصريحة ان انتي ليكي الرخصة ان انتي تفطري. كملت برضو نقاش معاه وقلت له طب انا رمضان الجاي هيعدي عليا وانا لسه برضع وهكون لسه ما فطمتش ابني ولسه ما لحقتش اعوض الايام اللي عليا كلها، ده شهر كامل 30 يوم. قال لي معاكي طول حياتك ان انت تصومي الايام اللي عليكي، المهم ان انت تصوميها. تاني قولا واحدا الصيام ممنوع لاي ام بترضع طبيعي لطفل عمره اقل من 6 شهور، ممنوع منعا باتا. الحوامل والأمهات اللي بترضع لطفل عمره أكبر من 6 شهور هنا بتختلف الحالة، كل حالة على حسب حالتها، يعني ما بقدرش إن أنا أعمم قاعدة معينة. الحامل أول الحمل غير نص الحمل غير آخر الحمل، وعلى حسب حالتها الصحية وعلى حسب تحاليلها وعلى حسب دكتور التغذية اللي متابع حالتها ودكتور النساء، القرار بيتاخد مع بعض على حسب الحالة نفسها عاملة ازاي. ما ينفعش إن أنا أعمم قرار. طيب والأم اللي بترضع طفل أكبر من 6 شهور على حسب هو بيرضع طبيعي ولا بدأ ياخد الأكل، بياخد كام رضعة، معتمد على أمه بنسبة قد إيه، على حسب حالة الأم الصحية، على حسب تفاصيل كتير جدا برضو، كل حالة على حدة. ما أقدرش إن أنا أعمم قرار وأقول إن ده ينفع على كل الأمهات. فنصيحة مني ليكم لكل أم بتسمعني: ما تسيبيش ودنك لحد، ما تسيبيش نفسك للضغط والاسترس والنقاشات بتاعت انت ينفع تصومي ولا ما تصوميش. اسألي دكتور التغذية بتاعك، اسألي دكتور النساء اللي انت متابعة معاه، اسألي دكتور الأطفال عن حالة طفلك وينفع ان هو يقعد الفترة دي من غير رضاعة طبيعية ولا لأ. وهم دول اللي هيفيدوكي، وأي حد يتناقش معاكي في الموضوع ده: والله الدكتور بتاعي قال لي كذا وانا سمعت الكلام قال لي ده المناسب لحالتك، واقفلي النقاش. ورمضان كريم عليكم وكل سنة وانتم طيبين. انا دكتور ندى عادل ودي وايت هوب كلينيك. اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.